بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة الدرس الرابع بعنوان مدينتنا في المستقبل. خلاص هنعرف المدينة بتاعتنا أو البلد بتاعتنا هيكون فيها حاجات عاملة إزاي في المستقبل إن شاء الله. أول حاجة هيتكلم عنها التخطيط لبناء المدن وأهميته. يعني إيه التخطيط لبناء المدن؟ يعني إيه أخطط علشان أبني المدينة؟ التخطيط لبناء المدن يعني التفكير المسبق لتنظيم استخدام الأرض وتحسين حياة السكان. يعني إيه برضو الكلام ده؟ أنا مثلا لو مهندس خلاص وعايز أبني منزل، هجيب الطوب واجيب العمال واجيب الرمل واجيب الحاجات اللي أنا هجيبها كلها ويلا بينا يلا نبني المنزل، ولا الأول أنا بخطط لبناء المنزل ده؟ بخطط الأول صح كده؟ طب أخطط ليه؟ علشان أشوف أنا هبنيه إزاي، هعمله إزاي المنزل ده، ولا أجيب الحاجة وأبدأ وخلاص؟ لا، لازم أنظم الأول وأخطط وأشوف أنا هبنيه إزاي. يبقى نفس الكلام هنا، التخطيط لبناء المدن علشان أبني المدن أفكر الأول إزاي أنظم الأرض اللي أنا هبني عليها المدينة. يبقى التخطيط لبناء المدن معناه التفكير المسبق، دي أول حاجة. التفكير المسبق لإيه؟ لتنظيم استخدام الأرض، أشوف أستخدم الأرض دي إزاي. خلاص. وتحسين حياة السكان، أنا أصلا هخطط لبناء المدينة علشان أحسن حياة السكان. يبقى تاني، ما المقصود بالتخطيط لبناء المدن؟ التفكير المسبق لتنظيم استخدام الأرض، وإيه كمان؟ وتحسين حياة السكان. ده التعريف. طيب هو هنا بيقول لي ليه أخطط؟ يعني هل التخطيط ده ليه أهمية؟ آه طبعا ليه أهمية. طب إيه أهميته؟ لو جالي سؤال قال لي بما تفسر أهمية التخطيط الجيد لبناء المدن، إيه أهمية التخطيط ده؟ هقول له رقم واحد، إن المدينة تظهر بشكل أكثر تنظيما وجمالا، عشان المدينة تبقى منظمة كده وجميلة. هو انا لو جبت الحاجات اللي انا هبني بيها المنزل وبدأت على طول، هل البيت اللي انا ببنيه ده هيطلع منظم وشكله حلو؟ لا طبعا، هيطلع عشوائي، يعني اي كلام انا ببني وخلاص. لكن لو انا خططت الاول هيطلع شكله جميل ومنظم. صح كده؟ يبقى رقم واحد، ظهور المدن بشكل اكثر تنظيما وجمالا، دي اول اهمية. طيب تاني اهمية للتخطيط الجيد، حل مشكلات زي ايه؟ زي الازدحام والتلوث. مش انا لو نظمت استخدام الارض في المدينة او هخطط علشان ابني المدينة، مش انا هقدر في التخطيط ده احل الازدحام والتلوث؟ ازاي؟ لو جبت ورقة وقلم وقلت انا هبني مصانع هنا بعيد، وهبني المنازل هنا، وهعمل الطرق ازاي، وهبدأ اخطط، مش ده هحل فيه مشكلة التلوث والازدحام؟ لو أنا بعدت المصانع مثلا عن الأماكن السكنية، يبقى أنا كده هحل مشكلة التلوث. المصانع ما تطلعش دخان علينا. صح كده؟ يبقى أنا بحل مشكلة التلوث. الازدحام، إن أنا أعمل طرق في المدينة، أعمل كباري، أعمل حاجات كتير خاصة بوسائل المواصلات، يبقى أنا كده بحل مشكلة الازدحام. صح كده؟ يبقى التخطيط هيحل لي مشكلات زي إيه؟ الازدحام والتلوث. دي رقم اتنين. طيب رقم تلاتة، توفير المرافق والخدمات للسكان. لو حد رافع ايده عايز يقول اي حاجة بعد الحصة بعد اذنكم، بعد ما اخلص شرح. رقم تلاتة، توفير المرافق والخدمات للسكان. اتفضلي يا ميس. انت رافعة ايدك ليه يا لوجين؟ لا، ده ما اعرفش، الموبايل مهنك شوية. طيب رقم تلاتة، توفير المرافق والخدمات للسكان. هقدر أوفر
وانا بخطط لبناء المدينة هقدر اوفر المرافق والخدمات للسكان. زي ايه؟ هعمل سوبر ماركت، هعمل سوق، هعمل صيدلية، هعمل حاجات كتير. يبقى انا كده بوفر لهم ايه؟ مرافق وخدمات للسكان. تمام. يبقى السؤال ده سؤال مهم. أهمية التخطيط الجيد لبناء المدن نكتب جنبه مهم جدا. رقم واحد، ظهور المدن بشكل أكثر تنظيما وجمالا. رقم اتنين، حل مشكلات. زي ايه المشكلات دي؟ الازدحام والتلوث. طيب تلاتة، توفير المرافق والخدمات للسكان. أيوة. حاجة غريبة لقيتها في حاجة. طيب لو سألنا سؤال هنا وقلنا هل كان في زمان أيام القدماء المصريين كان في تخطيط للمدن قديما؟ قال لي اه كان في تخطيط، وكمان مش أي تخطيط، ده كان تخطيط جميل جدا، وكان في براعة فائقة في تخطيط المدن زمان أيام المصريين القدماء. طيب ايه الدليل على كده؟ قول لي الدليل. انت بتقول لي اه كان في تخطيط وكانوا شاطرين قوي في تخطيط المدن بتاعتهم. ايه الدليل على كده؟ هقول لك الدليل هو مدينة أخيتاتون. مدينة ايه؟ أخيتاتون. تاني، الدليل على كده يا محمود مدينة أخيتاتون. يبقى هنا في سؤال ايه؟ دلل. يعني قول لي الدليل. سؤال دلل. تميز المصريون القدماء ببراعة فائقة في تخطيط مدنه. هنكتب هنا دلل. ايه الدليل؟ هقول له الدليل مدينة أخيتاتون. المدينة دي ظهر فيها حاجات بتعرفني ان هم كانوا بارعين في تخطيط المدن بتاعتهم. ايه الحاجات اللي ظهرت في المدينة دي؟ قال لي المدينة دي كان فيها مركز للحكم والإدارة. مركز للحكم والإدارة. كان فيها ايه تاني؟ مناطق سكنية اللي بيسكنوا فيها. طيب فيها ايه تاني؟ مناطق دينية. ايه المناطق الدينية دي؟ زي مثلا معابد. خلاص. يبقى مدينة أخيتاتون كان فيها ايه؟ مركز للحكم والإدارة. المركز اللي بيبقى فيه الحاكم اللي بيحكم منه وبيدير شؤون المدينة منه، يبقى اسمه ايه؟ مركز الحكم والإدارة. تاني حاجة موجودة عندي مناطق سكنية ومناطق ايه كمان؟ دينية. تمام. طيب المدينة دي بالظبط كانت فين؟ قال لي المدينة دي شيدها واحد اسمه إخناتون. يبقى ملك اسمه إخناتون. طيب شيدها فين أو عملها فين؟ هنقول له على الضفة الشرقية لنهر النيل. احنا عندنا ناحية الشرق على ايدينا اليمين زي ما احنا متفقين، والغرب على ايدينا الشمال. طيب الضفة الشرقية لنهر النيل اللي هي على ايدي اليمين دي كان فيها ايه؟ مدينة أخيتاتون. فين برضو بالظبط؟ قال لي في تل العمارنة. تل العمارنة دي فين؟ في محافظة المنيا حاليا. أنا كل اللي أنا عايزاك تعرفه إن مدينة أخيتاتون موجودة في محافظة المنيا دلوقتي. خلاص. طبعا محافظة المنيا دي محافظة إيه؟ في صعيد مصر تحت في الجنوب. خلاص، في جنوب مصر. يبقى تاني كده المصريين القدماء كانوا بارعين في تخطيط المدن بتاعتهم. اه طبعا. ايه الدليل؟ مدينة أخيتاتون. طيب مدينة أخيتاتون دي كان فيها ايه؟ كان فيها مركز الحكم والإدارة، كان فيها مناطق سكنية ومناطق دينية. طيب مدينة أخيتاتون كانت فين بالظبط؟ هي موجودة دلوقتي حاليا في محافظة المنيا. تمام. مش عايزة حد يكتب بعد إذنكم. طيب هيجي يتكلم لي على ملامح الحياة في المستقبل. يعني احنا بنتوقع دلوقتي هيحصل ايه بعد كده، او هيبقى عندنا ايه بعد كده. زي ايه؟ مثلا لو بنتكلم على وسائل المواصلات، هيقول لي ان انا هيكون عندي وسائل مواصلات في المدينة هتكون ذاتية القيادة. يعني ايه ذاتية القيادة؟ يعني ممكن تلاقي عربية كده ماشية في الشارع محدش سايقها، من غير سواق. ازاي؟ هي متبرمجة على كده. ممكن تروح مشوار وانت راكب العربية دي من غير سواق خالص. فبقول عليها عربية او وسيلة مواصلات ذاتية القيادة.
خلاص. طب وايه كمان؟ صديقة للبيئة، يعني مش ذاتية القيادة بس، لا وصديقة للبيئة كمان. يعني ايه صديقة للبيئة؟ يعني ما بتلوثش البيئة. خلاص. اول ما اسمع كلمة صديقة للبيئة مع اي حاجة بقى، وسائل مواصلات، اي حاجة، اي حاجه، اجهزه، الات صديقه للبيئه، مدن صديقه للبيئه، اي حاجه الاقي جنبها كلمه صديقه للبيئه، يعني ما فيهاش تلوث او ما بتلوثليش البيئه خالص. تمام. طيب ازاي العربيه تبقى صديقه للبيئه؟ هي طبعا بتشتغل دلوقتي بالبنزين، صح كده؟ طيب لما تبقى صديقه للبيئه ومش هتلوث الجو، ممكن تشتغل بالكهرباء، صح كده؟ يبقى يا اما هتشتغل بالكهرباء يا بالطاقه الشمسيه، عشان الحاجتين دول مش هي ايه، مش هيلوثوا البيئه. يبقى نتوقع ان وسائل المواصلات في المستقبل هتكون ايه؟ حاجتين اتنين: ذاتية القيادة وصديقة للبيئة. احفظ لي الكلمتين دول جدا: ذاتية القيادة وصديقة للبيئة، دي لوسائل المواصلات. طيب بالنسبة للطائرات، قال لي هيكون في طائرات صغيرة كده بتطير في السماء، بتوصل الحاجات بتاعتنا للمنازل في وقت قصير جدا. احنا دلوقتي لو عايزين نجيب حاجة، نشتري حاجة، مش بننزل بنفسنا نشتريها مثلا من السوبر ماركت، يا إما بنتصل بحد يجيب لنا الطلبات، الدليفري مثلا. طيب بيقول لي بقى قدام شوية، يعني في المستقبل، هيبقى موجود طائرات كده خفيفة كده صغيرة بتطير في السماء. اما انت تحتاج حاجة هتوصلك الطلبات بتاعتك لحد البيت. وايه كمان؟ لا ده في وقت قصير كمان، يعني بسرعة، اول ما تطلب الطلب مفيش وقت قصير وتلاقي الطلب بتاعك وصلك لحد البيت. يبقى دلوقتي اتكلمنا على وسائل المواصلات تكون ذاتية القيادة وصديقة للبيئة. هيكون عندي كمان طائرات صغيرة تحلق في السماء لتوصيل احتياجاتنا للمنازل في وقت قصير. خلاص. طيب. طيب نيجي للزراعة. طيب الزراعة هتبقى عاملة ازاي في المستقبل؟ قال لي ده الزراعة هتبقى سهلة خالص لو احنا استخدمنا آلات حديثة. بدل ما المزارع أو الفلاح بيتعب ويزرع ويسقي ويعمل حاجات كتير، لا هيبقى عندي آلات حديثة بتعمل ايه؟ هي اللي بتقوم بكل حاجة. يعني هتعمل ايه؟ يعني هتجعل الزراعة اسهل واسرع. بدل ما المزارع بيبذر البذور او بيزرع يعني البذور، هي اللي ايه، هتخلي الزراعة اسهل واسرع، هتزرع بسرعة. طيب تاني حاجة هتساعد في ترشيد استخدام الماء. يعني ايه ترشيد استخدام الماء؟ بدل ما احنا بنسقي بمية كتير قوي قوي والمية دي تبقى كتيرة ويتبقى منها، لا الآلات دي هتستخدم مية على قد الزرع بس، فهترشد لي استخدام المية. خلاص. يبقى تاني حاجة تساعد في ترشيد استخدام الماء. طيب ايه كمان؟ الحاجات دي هتؤدي لزيادة الإنتاج، يعني المحصول بتاعي هيبقى كتير. بدل مثلا ما أنا بزرع شوية قمح ويطلع لي كمية من القمح مثلا بسيطة، لا ده هيبقى في زيادة للإنتاج، يعني هيبقى عندي قمح كتير أو أي محصول أنا زرعه. خلاص. يبقى تالت حاجة تؤدي إلى زيادة الإنتاج، هي إيه دي اللي هتؤدي لزيادة الإنتاج؟ الآلات الحديثة اللي أنا هستخدمها في الزراعة. تمام. يبقى أول حاجة تجعل الزراعة أسهل وأسرع، تساعد في ترشيد استخدام الماء، تؤدي إلى زيادة الإنتاج، سواء قلت زيادة إنتاج أو زيادة المحصول. دي كده الزراعة. انت عارف احنا بنتكلم على ايه؟ الحاجات، احنا بنقول الحاجات دي قدام شوية او في المستقبل هتبقى عاملة ازاي. ليه؟ لان احنا دلوقتي بنستخدم تكنولوجيا وبنستخدم ذكاء اصطناعي وبنستخدم حاجات حديثة، فاحنا بنتوقع الحاجات اللي عندي تبقى عاملة ازاي باستخدام الايه، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الزراعة تبقى عاملة ازاي، المستشفيات عاملة ازاي، وسائل المواصلات عاملة ازاي. فاهمين؟ فدي كلها توقعات للايه، علشان احنا بدأنا ان احنا نستخدم تكنولوجيا وحاجات حديثة. طيب المستشفيات هتكون فيها ايه؟ اكيد برضو ان انا هستخدم ذكاء اصطناعي وحاجات حديثة في المستشفيات. طيب بيقول لي هتكون أجهزة الاستشفاء قائمة على الذكاء الاصطناعي. أجهزة الاستشفاء اللي هي بستخدمها في ايه؟
في علاج الأمراض وفي الكشف والحاجات دي. بيقول لي وذلك لتشخيص الأمراض وعلاجها في أقصر وقت، إن أنا أعرف المريض ده عنده إيه وإن أنا أقدم له العلاج هيبقى في وقت قصير جدا. يبقى تاني، ستكون أجهزة الاستشفاء قائمة على الذكاء الاصطناعي. أنا هستخدم الذكاء الاصطناعي في أجهزة الاستشفاء اللي موجودة فين؟ في المستشفيات. طيب ده هيعمل ايه؟ هيخلي لي تشخيص الامراض وعلاجها في اقصر وقت. يبقى في سؤال هنا مهم، سؤال مهم: ما النتائج المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المستشفيات؟ ما نكتبش استخدام الذكاء الاصطناعي في المستشفيات، ايه النتيجة؟ النتائج مترتبة يعني هيؤدي ذلك إلى إيه؟ تشخيص الأمراض وعلاجها في أقصر وقت. تمام، ده سؤال مهم. نيجي للمدن الساحلية، المدن اللي موجودة على السواحل، سواء كان ساحل مثلا البحر المتوسط أو البحر الأحمر، هم اللي موجودين عندي في مصر. البحر المتوسط عندي في الشمال، شمال مصر، والبحر الأحمر عندي في الشرق. طيب المدن الساحلية يعني اللي موجودة على السواحل دي هتبقى عاملة ازاي؟ قال لي ان كل السيارات والمراكب فيها هتعمل بالطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية دي اللي هي طاقة نظيفة ما بتلوثش الايه، لو انا استخدمتها مش هلوث البيئة. خلاص. طيب احنا دلوقتي لو عندي سيارات ومراكب بتشتغل بالبنزين، انا بلوث البيئة لان البنزين ده مش حلو، بيلوث البيئة. لو انا غيرت البنزين بالطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية ما بتلوثش البيئة، يبقى دي حاجة كويسة جدا. طيب يبقى هو هنا بيقول لي في المدن الساحلية كل السيارات والمراكب هتعمل بإيه؟ بالطاقة الشمسية، دي حاجة كويسة جدا. طيب الفنادق اللي موجودة على المدن الساحلية هتبقى مالها؟ هتكون صديقة للبيئة. ايه ده كلمة صديقة للبيئة جت تاني، اللي احنا قلنا عليها ايه؟ صديقة للبيئة معناها ما بتلوثش البيئة. الفنادق عندي مش هتستخدم مثلا غاز طبيعي، مش هتستخدم حاجات فيها بنزين، أي حاجة، حاجات فيها بترول، أي حاجة من الحاجات دي بتلوث البيئة. طيب الفنادق هنا ممكن نخليها برضو نعمل حاجات فيها، أو الأجهزة أو الحاجات اللي موجودة في الفنادق تكون برضو بالطاقة الشمسية، فالفنادق هتكون صديقة للبيئة. يبقى تاني المدن الساحلية عندي هتكون عاملة ازاي؟ هتكلم عن حاجتين: السيارات والمراكب، وهتكلم على الفنادق. احفظ، المدن الساحلية هتكلم فيها عن ايه؟ عن السيارات والمراكب، وهتكلم على الفنادق. طيب السيارات والمراكب هتكون فيها بالطاقة الشمسية، طيب والفنادق هتكون صديقة للبيئة. نيجي لمصادر الطاقة. مصادر الطاقة اللي هي معناها ايه؟ يعني ايه مصادر طاقة؟ مصادر الطاقة دي الحاجات اللي بتولد لي طاقة أشغل بيها الآلات. مثلا أنا عايز أشغل مثلا ايه؟ العربية أسهل حاجة، بشغلها مثلا بنزين، يبقى البنزين ده مصدر طاقة. طيب أنا عايز أشغل ال- اللمبة، كهرباء، مصدر طاقة. طيب احنا دلوقتي عايزين مصادر طاقة نظيفة، مش عايزين مصادر طاقة تلوث البيئة. يبقى المصادر الطاقة اللي ما بتلوثش البيئة هقول عليها مصادر طاقة نظيفة، يا إما هقول عليها مصادر طاقة إيه؟ صديقة للبيئة. طيب بيقول لي إن الشمس بترسل ضوءا يمكن من خلاله، من خلال الألواح الشمسية تحويله لطاقة كهربائية. يعني مثلا أنا دلوقتي عايز طاقة نظيفة أو صديقة للبيئة،
هعمل ألواح شمسية زي اللي عندي في الصورة، بصوا معايا. بصوا الصورة دي كده، في منزل وعامل ألواح شمسية فوق المنزل، فوق البيت اللي قدامنا ده. الألواح الشمسية اللي قدامي دي بتمتص ضوء الشمس، وبتحول لي الأشعة الشمس دي إلى إيه؟ إلى طاقة كهربائية. يعني بتحول لي الحرارة بتاعت الشمس أو أشعة الشمس لكهرباء. خلاص، بتحولها لكهرباء، فأقدر إن أنا في البيت ده أستخدم كل حاجة، أي أجهزة في البيت عن طريق الكهرباء دي اللي هي من الطاقة الشمسية. التلفزيون، الغسالة، التلاجة، كل حاجة استخدمها بإيه؟ بالكهرباء اللي أنا واخدها منين؟ من الطاقة الشمسية. ساعتها تكون الكهرباء مالها طاقة نظيفة، غير اللي احنا بنستخدمها دلوقتي من الغاز الطبيعي، وده طبعا بيضر البيئة. لكن احنا قدام في المستقبل عايزين نستخدم حاجات ما بتلوثش البيئة، زي الكهرباء اللي احنا هنجيبها منين؟ من الطاقة الشمسية. فعشان كده بيقول لي ترسل الشمس ضوءا يمكننا من خلال الألواح الشمسية اللي أنا وريتها لكم، بنحول الضوء ده إلى طاقة إيه؟ طاقة كهربائية. خلوا بالكم عشان بتيجي أكمل. بنحول ضوء الشمس إلى إيه؟ طاقة كهربائية. بنستخدمها في إيه؟ عشان نشغل الإضاءة اللي هي اللمض، والأجهزة في المنزل، غسالة، تلاجة، شاشة، أي حاجة. الأجهزة في المنزل، السيارات الكهربائية، العربيات اللي ماشية دلوقتي، هشغلها بإيه أو أخليها تمشي بإيه؟ بالكهرباء. خلاص، بدل البنزين. يبقى الدرس كله بيتكلمني على الحاجات اللي هي هتكون في المستقبل أنا عايزها تكون أحسن، مش عايزة تلوث البيئة. فاحنا هنستخدم طاقة نظيفة زي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية دي هنحولها لإيه؟ لطاقة كهربائية، أو ضوء الشمس هنحوله لطاقة كهربائية. أقدر منه إن أنا أشغل كل حاجة، وسائل مواصلات، أجهزة، إضاءة، كل حاجة. تمام. طيب دورنا احنا ايه؟ احنا دورنا ايه علشان نبني مدينتنا في المستقبل؟ يبقى دورنا في بناء مدينتنا في المستقبل دوت سؤال مهم جدا. ما دورك في بناء مدينتك في المستقبل؟ بيقول لي يجب أن نبدأ العمل من الآن لبناء مدينتنا في المستقبل، وذلك من خلال، يعني على طول، احنا دورنا هيكون رقم واحد احترام القوانين. القوانين دي اللي الدولة عاملاها كلنا نحترمها، ده واجبنا. ودورنا ان احنا نحترم ايه؟ القوانين بتاعت بلدي. خلاص، ان انا مثلا ما لوش حاجة، ما لوش ما بهدلش حاجة، ده قانون ما بهدلش حاجة. السرقة، في قوانين للسرقة، ممنوع السرقة، ممنوع السرقة. احنا درسنا النهاردة على التلوث والكلام ده كله. نحترم القوانين. خلاص. انا بس رقم اتنين، الاجتهاد في الدراسة. واجب على كل طالب منكم ان هو يجتهد في الدراسة بتاعته. يعني ايه؟ ان احنا نذاكر، نعمل اللي علينا. خلاص. طب ده هيفيدني في ايه يا مس؟ في بناء المدينة. ما هو انتوا اصلا ايه؟ مش احنا بنقول عليكم جيل المستقبل اللي هيطلع منكم مهندس ودكتور؟ ما كل واحد فيكم ايه؟ هيبني المستقبل، مهندس، الدكتور، الضابط، الشرطي، كل الحاجات دي. تمام. يبقى تاني حاجة الاجتهاد في الدراسة. تالت حاجة حسن استخدام التكنولوجيا. التكنولوجيا اللي عندي استخدمها كويس، واستخدمها في حاجات تفيدنا. تمام. يبقى حسن استخدام التكنولوجيا ان انا استخدم التكنولوجيا كويس، واستخدم ايجابياتها مش سلبياتها. خليكم معايا ثواني.
معايا؟ اه يا ميس اتفضلي. انا هعمله بعد كده. طيب احنا هنقفل بس لان الزوم هيقفل علينا، مش هنعرف نفتح تاني. نقفل وابعت لكم لينك. طيب ماشي. يعني اخرج دلوقتي؟ اه كلنا هنقفل. انا هقفل ماشي، وهبعت لكم لينك تاني على الواتس. طيب ماشي سلام. يلا. سلام. سلام.